الحين ابو فهد عضو ويترأس بعض المنظمات الدوليه في العالم. المنظمات هذه لها قوانين ولوائح تمثلها او تنظم العمل للرياضه في العالم كله بشكل عام. القوانين هذه شو تقول؟ تقول ان او تمنع تدخل الحكومات في عمل الاتحادات الاهليه. متفقين وياي بالكلام شباب؟ اوكي. الحين انا هذه عندي 202 دوله مثلا، 207 210 العدد اللي تبونه. هذه مو اتحادات اهليه؟ مو كل دوله عندها اتحاد يمثل دولتها ويمثل الرياضه فيها؟ طبعا. لما انا اجي الحين علشان اقول لك شلون اكذب 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 حتى يصدق الناس كذبتك. انا الحين انا راح اقول كلام للمره الاولى علشان ابين ان اي اتهام حق احمد الفهد او حسين مسلم او حسين عاشور او عبد العزيز عطيه انه يقدر يشيل رفع الايقاف عن طريق من تحت لتحت، هذا الكلام غير صحيح وعاري عن الصحه. هذه الاتحادات اهليه لما تسوي وتصوت لرفع الايقاف عن الكويت، تدري شنو معنات الكلام هذا؟ 75% من الاتحادات هذه كلها راح تنشال بدولها، وراح يحطون الحكومات راح تتدخل وراح تحط ويقولون كاهي الكويت شوفوا صوتوا لها وشلتوا رفع الايقاف عنها، ومع ان في تدخل حكومي وتدخل صارخ بعد. هذه اتحادات دوليه، يبغى اتحادات اهليه او دوليه تحافظ على مصالحها ومصالح رياضتها. انا اجي انت رئيس اتحاد فيتنام واقول لك انا ضبط الموضوع الله يخليك، نبي نصوت نبي نرفع الايقاف عن الكويت. مو هم راحوا 13 صوت يابا؟ ليش جابوا 13 صوت؟ لماذا جابوا 13 صوت؟ هذا السؤال لازم يطرح. اجيك انت رئيس اتحاد فيتنام واقول لك صوت وياي، ما كان عندهم وقت. حتى لو في وقت انا قاعد لو كان في وقت كبير يعني قالها فواز. الكلام واضح، الكلام واضح. انا قاعد اقول لك انت الحين قال احنا ما اشتغلنا فتره طويله، فبالتالي لو مشتغلين فتره طويله كان يبنى اكثر. لا مو صحيح الكلام. وانا اعطيك مثال، رئيس اتحاد انت سعودي مثلا، يلا ما ابي اقول لك فيتنام، وابي اقول لك انا شيل وارفع وسو وهذا وصوت وياي. مو انا لما اصوت كاتحاد في اي دوله في العالم معناته انا قاعد اعطي ضوء اخضر حق حكومتي، تعالي تدخلي في اتحادي، فترفض الاتحادات هذه كلها والدول. العمليه مو احمد الفهد يقدر ولا ما يقدر، احمد الفهد ما له شغل بالموضوع، احمد الفهد اذا بيمون نفس ما مانوا عليهم الحين لما جابوا 13 صوت، احمد الفهد يموت هذا فيعرض نفسه للخطر، عادي خلنا اصوت حق ابو فهد هالمره وامشيها واعرض نفسي للخطر. مع ان البعض يختلف معك حتى لو يختلف لازم الكل يعرف ان الاختلاف بالراي لا يفسد الود قضيه، الود قضيه. احنا انت ترى بان الشيخ احمد الفهد ما يقدر، البعض الاخر يرى بان الشيخ احمد الفهد قادر انه يجمع الاصوات. وهذا اللي انا قاعد اقول لك، لانه هو ما بني على باطل فهو باطل، لانهم مو عارفين شو يسوون، وصلوا لاقصاهم وعلى قولتهم رمى اوراقه كلها وتوهق مو عارف شو يسوي. فشنو العذر عندي؟ اسهل عذر عندي شنو؟ كله منك يا عزيز. لو مو انت كان كل يوم اطلع بالبرنامج.